صباح الخير او مساء الخير على حسب فيديو معايا امتى. النهارده هعمل لكم فراخ مشويه، حاجه ايه اخر عظمه. سيبكم بقى من اي تتبيله كنتوا بتعملوها قبل كده. النهارده هنعمل التتبيله بتاعه الفراخ المشويه احلى من المطاعم. معايا توم بودر، بصل بودر، بصل مبشور، توم برضو مفري، ليمون، خل، كركم كاري، حطينا صويا صوص، فلفل اسمر، كوبايه زبادي، بهارات، ملح، معلقتين صلصه، وهنا معلقتين عسل ابيض او على حسب الكميه. هنا حطينا البصل المفري كويس وقلبنا الخلطه كويس. جبنا بقى الفراخ المغسوله كويس ومتصفيه، وابتدينا ان احنا نحط التتبيله فيها في كل حته من تحت الجلد، وشرحناها كده بالسكينه بسيطه علشان التتبيله تتوغل جوه اللحم بتاع الفراخ، تبقى شاربه منها كويس. هنا حطيناها في الشوايه ديت وهنقفل عليها وهنحطها تحت صينيه فيها شويه ميه في قلب الفرن. واللي ما عندهوش فرن هنجيب الفراخ في نفس التتبيله وهنسويها على نار هاديه من فوق البوتاجاز، وبعد كده لما تستوي هنحطها تحت الشوايه. هنا الكفته برضو كفته الحاتي هقولها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. وهنا الرز المبهر. الرز المبهر دوت جبنا بصله. اول ما البصله بس حاجه بسيطه كده تتقلب على النار، هنحط معلقتين توم. اول ما ريحه التوم تطلع هنحط معلقه كاري وكركم، توم بودر، بصل بودر، وجنزبيل وقرفه. بس انا مش بكتر القرفه قوي، اللي بيحب طعم القرفه ممكن يكتر، يعني كل حاجه ممكن تكون ربع معلقه. انا حطينا لكيلو الرز حطيت 4 معالق، كل حاجه متساويه فيها. هنا قلبنا الرز كويس وشوحناه على اساس ان هو يطلع مفلفل. هنا حطينا الفلفل الاسمر والبهارات وبنقلب كويس، وحطينا مكعب ملح. هنا حطينا ميه بتغلي كويس عشان الرز برضو يطلع مفلفل، واول ما يغلي هنوطي عليه، ممكن برز مصري او برز بسمتي. هنا الكفته حطيناها على الجريل، ولو ما عندناش جريل ممكن نحطها في صينيه تيفال، وممكن نحطها في الفرن برضو وبعد كده تاخد لون من الشوايه. هنا بقى جبنا من عند العطار لون صحي، دوبناه في ربع كوبايه ميه وحطيناه من فوق بعد ما الرز يستوي، ورشناه على الرز وقلبناه حاجه بسيطه علشان يطلع لون ولون، يعني يطلع كذا لون في قلب الحله. بصوا مفلفل حبايه بحبتها، بصوا تحفه ازاي وريحته جنين. هنا بقى طلعنا الفراخ اللي اتشوت، خدت لون تحفه زي ما انتم شايفين، واول ما طلعت هي والكفته برضو حطينا فيها فحميه عشان تاخد طعم الشوي بالظبط. هنا حطيناها على الرز المبهر، ريحته يا جماعه تحفه، هو الفراخ احلى من صواني المطعم. الجمال ده مش خفيف، ده طلقه انت جايه منين؟ الصينيه دي بتبقى بره مكلفه جدا، ضحكتك بتخلي الصبح ده مش هتتكلف زي المطاعم طبعا. هو ده اللي حلمت بيه. برضو الكفته لما اتعملت على الجريل وابتدت تستوي حطيناها في الشوايه ديت، وحطيناها تحت الشوايه اللي في الفرن 5 دقايق بس تدي لون، وبرضو عملناها فحميه. بصوا شكلها عامل ازاي تحفه، الصينيه كلها حاجه كده اخر عظمه. لا ده انت جنان، شمس ورسمها فنان، العيون عربيه كمان، ايه بقى مش كده؟ رصيناها
بصة شدت قلبي تجار جمع رباني لا وهنحط في الاخر شويه البقدونس عليها. نجمة في وسط يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله لو عجبتكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه. كله عادي الا انت شمس طلعة. بصوا شكلها تحفه، ان شاء الله هتعجبكم. يلا سلام.